كبيره مع نادي الزمالك. شيكابالا واللعب خلف الاطراف خلف سيد معوض، وادي انطلاقه حلوه وانفراد، واول اهداف في اللقاء جول، اول اهداف في اللقاء جول. ادي امامنا عمر جابر، الزمالك يلعب خلف مدافع النادي الاهلي، كره خلف المدافع كان متقدم سيد معوض، وانطلاقه حلوه قوي. شيكابالا يضع التمريره الاماميه ويسجل على طول عمر جابر في الدقيقه الرابعه من بدايه اللقاء. انفراد حلو قوي. بص شوف شيكا بيعمل ايه، الزمالك مركز على نقاط ضعف النادي الاهلي، وادي امامنا فرق السرعه ما بين نجيب وعمر جابر، ويحطها على القدم الثابته لشريف اكرامي عشان يتقدم الفارس الابيض باول اهداف هذه المباراه. الزمالك يتقدم على الاهلي في هذه المجموعه. فوز ليوبار بالامس على اورلاندو يعني جعل امكانيه ان يكون الفرق الاربعه برصيد 7 نقاط ويبقى الحسم في الجوله الاخيره. كرة ملعوبة، محاولات من جانب نادي الزمالك، استخلص كرة حلوة قوي هنا أحمد فتحي تحركات لاعبي النادي الأهلي بقى في العمق، وليد سليمان، وممكن التعادل. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هنا المساحات في وسط ملعب نادي الزمالك، والتعادل من وليد سليمان في الدقيقة التاسعة. ملعوبة حلوة حلوة حلوة، وهدف شبيه بالهدف اللي سجله في مرمى ليوبار. وامامنا هنا على طول السعاده، شوف الكره الملعوبه في العمق وقطع حلوه قوي. عارفين نقاط ضعف بعض، الاوراق مكشوفه، لم يراقب لم يضغط فتح الله ولا عبد الشافي. وليد سليمان يهرب وبيسراه جميله حلوه في المقص. هدف التعادل، مباراه قمه بالفعل، والتعادل 1-1 بعد 9 دقائق. عمر جابر في الدقيقه الرابعه، وليد سليمان في الدقيقه التاسعه، ويبدو ان الاوراق مكشوفه، لكن لسه دور احمد عبد الظاهر مش حاسين بيه في اللقاء. احمد عبد الظاهر اللي بيلعب مع النادي الاهلي قادما من نادي امبي، وادي كره راسيه هنا على طول هدف احمد عبد الظاهر نشعر به في هذه اللقطه، والهدف ظاهر بالالوان الحمراء، والهدف هنا في مرمى نادي الزمالك ياتي في الدقيقه 15. احمد عبد الظاهر من الركنيه اتلعبت حلوه قوي من النجم احمد فتحي، وهنا بلا رقابه وبدون اي تدخل من لاعبي نادي الزمالك سواء من حماده طلبه او من محمد عبد الشافي، ويركنها حلوه قوي احمد عبد الظاهر عشان يسجل في مرمى نادي الزمالك. امامنا هنا هدف التقدم للاهلي. الزمالك يتقدم بهدف لعمر جابر، ثم يعادل وليد سليمان في الدقيقه التاسعه بهدف جميل جدا، ثم الرأسيه الموجهه في هذه اللقطه في الدقيقه 15 من عمر هذه المباراه. امامنا استلام محمد ابو تريكه على طول يسند المره دي عبد الله السعيد، سيد معوض عبد الله السعيد يلعب الكره اللي في العمق. وليد سليمان الخطا المتكرر صلحها حلوه يا ولد على الهدف الملعوب، هدف اهلاوي سينمائي من محمد ابو تريكه، اتلعبت حلوه قوي من عبد الله السعيد. وليد سليمان خلف الدفاع يصلحها حلوه لابو تريكه، وابو تريكه يسجل هدف رقم 13 في مرمى نادي الزمالك، الرابع افريقيا ولديه 7 في اطار بطوله الدوري، وفي الكاس عنده هدفين، ويتعادل كده في رصيد الاهداف القمه مع التتش اللي عنده 13 هدف. وامامنا ابو تريكه 13 هدف في مرمى الزمالك. محمد ابو تريكه، شوف امامنا هنا وليد سليمان بالكعب حلوه قوي، وادي ابو تريكه الخالي تماما من الرقابه، ليس هناك ضغط. الدفاعات الزملكاويه يعني هنا في هذه المباراه وكما هو معتاد في اللقاءات الاخيره. وبص شوف ابو تريكه، وبص شوف وليد سليمان بكعبه حلوه، وابو تريكه في الزاويه صعبه على عبد الواحد السيد، لكن جمله حلوه قوي، هدف سينمائي اهلاوي. اللمسه الحلوه كانت من عبد الله السعيد، التحرك الاروع من وليد سليمان، واللمسه الاخيره والتسديد. وادي امامنا هنا يعني اللسان حال الجهاز الفني النادي الزمالك، لا حول ولا قوه الا بالله في هذه المباراه حتى الان لم يسجلوا. ادي امامنا الاهلي عبد الله السعيد، تحركاته عبد الله السعيد، تغيير اتجاه بشكل رائع جدا عبد الله السعيد. حسام عاشور لمسه المره دي على طول، ابو تريكه الاشهاب، ابو تريكه لمسه واحده والتحرك في الجانب اليمين يعدلها على طول. وليد سليمان يعملها حلوه قوي بشماله، والتحرك المره دي، والهدف الرابع عن طريق احمد فتحي، يسجل في مرمى الزمالك. كان سجل في لقاء سابق في 2007 2008 عندما سجل عماد متعب، سجل احمد فتحي. النهارده احمد فتحي يسجل للنادي الاهلي في الدقيقه 70 عشان تبقى النتيجه 4-1 لصالح النادي الاهلي. 4-1 لصالح النادي الاهلي.
هدف ملعوب وتحركات خلف المدافعين. وادي امامنا هنا لمسه حلوه قوي، وليد احمد فتحي ينطلق. فكرنا بهدفه في كوت ديفوار في 2008. احمد فتحي مع منتخب مصر سجل في الزمالك من قبل في طبعا لقاء 2007 2008 2-0 للاهلي. ادي عبد الواحد السيد بلا حيله امام دفاع قليل الحيله، 4 الاهلي 1 الزمالك حتى الان في مباراه اليوم، ونتيجه كبيره قوي وتفوق للاهلي مستحق في مباراه اليوم. من المتالقين في لقاء اليوم ادي ملعوب على طول ركنيه للزمالك. نادي الزمالك يضغط لحفظ ماء الوجه امام الاهلي المتفوق، وانطلاقه حلوه قوي من حازم امام. حازم امام الحقيقه عامل نشاط كبير، ولكن شهاب بدا يميل عشان يغطي ويلعب عرضيه حلوه قوي، وادي راسيه وهدف. هدف هنا، هدف في هذه اللقطه. يسجل احمد حسن عشان يبقى خامس لاعب مع مصطفى كامل طه وعبد الكريم صقر وجمال عبد الحميد وحسام حسن اللي سجلوا بالوان الناديين. شوف المهاره، وشوف امامنا حازم امام ويسجل احمد حسن ضربه راسيه في هذه اللقطه في الدقيقه 82. تصبح النتيجه 4-2. هنا البديل، وادي خطا من شريف اكرامي في ابعاد الكره، مستنيها احمد حسن. مرور حلو قوي من حازم امام ومراوغه ويعدي، وشهاب هو اللي راح يغطي. وامامنا راسيه بقى الخبير والقدير احمد حسن اللي بيسجل هنا في هذه اللقطه وفي هذه اللحظه. تاني اخر 40 ثانيه. دودو يلعب الكره عند رمضان، يلعب الكره عند سند. بحبك يا سند. عن عمد يتقدم لمصر. اخر ثواني يلعب الكره لكاي.